سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ اش تعاودوا؟ نتمنى تكونوا على خير. نتمنى نلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. من خلال العنوان كيف لاحظتوا غدا نهضر على الانفصال ديال الاخت انتصار والاخ ابراهيم. وانا من المتتبعين اللي كنحماق على هاد القناة ديال انتصار. انا تقريبا قبل ما نبدا في عالم اليوتيوب، وانا كنتابعها وكنحماق على المحتوى ديالها وعلى الطريقة ديالها كيفاش كتهضر، وعلى الروح المرحة ديالتها، وعلى الطاقة الإيجابية اللي كتعطي الناس، واللي كتعطي للمتتبعين ديالها. مي من وقع هذا المشكل ديال الانفصال مع الزوج ديالها الأخ إبراهيم، يعني ناضوا بزاف ديال الناس كيديروا ضجة وعلاش وعلى حساب الفلوس وعلى حساب هادي. يعني الناس كيبقاو يهضروا في اللحم ديال خوهم المسلم بدون ما يعرفوا سبب. وشوفوا الولاد تخلات على وليداتها، لا ما عندهاش الكبده ديال الوليدات. حشوم عليكم، راه كاين قانون، وكاين التزامات، وكاينين بزاف د الحوايج، وكاين اللي كيهضر لها خرجتي من الدار، الدار ما كانتش ديالتك، جرى عليك، ما عندكش الورق ديال كندا. واش اللي ما عندوش الورق ديال كندا عيبقى يمشي ويجي مغرب؟ راه حرام عليكم زعما هادشي اللي كنديروا في بعضياتنا، وحق الله العظيم انا بقى فيا الحال بزاف. حيت انا كنحماق على هاد الانسانه وكنحماق على المحتوى ديالها، وهي بنت الناس وظريفه بزاف ومتواضعه. يعني من خلال الفيديوهات ديالها، من خلال الفلوغات اللي كدير، يعني راه باين الانسان والطبيعه ديالته. وقع انفصال مع الزوج ديالها، يعني اي جوج كيكونوا هكا مرتبطين مزوجين عندهم وليداتهم ولا بد كيكون غيار، ولا بد كيكون الدحيح كيف كنقولوا. يا كاين اللي يتغلب على هاد الامور وكتعاود تفك المشكل اللي كاين وكتكمل الحياه. ومني كتكون واحد الدائره مسدوده اللي ما يمكنش انهم يخرجوا من هذيك الدوامه، اذا كيكون الحل الوحيد هو الانفصال، وكل واحد كيشق طريقه بالتي هي احسن وبالمفاهمه. كيف دارت الاخت انتصار والاخ ابراهيم، يعني تفاهموا وطلقوا بالرضا ديالهم وجلسوا اطابل. كيف شرحت الاخت انتصار، يعني جلسوا اطابل وتفاهموا، وخدات هي نصيبها، وهي اللي خلات الدار وخرجت وخدات نصيبها في الدار. والوليدات يعني القانون اللي كاين في كندا ماشي هو القانون في المغرب. يعني الام كتكون حاضنه على وليداتها حتى كيكملوا 18 عام، وهذه كتبقى تاخذ النفقه. مي لا، القانون في كندا كيراعيو الوليدات اكثر ما كيراعيو الوالدين. يعني عندهم الاولويه لهذوك الوليدات، خاصهم يعيشوا مرتاحين ويعيشوا في واحد ظل عائلي وظل اسري. يعني ما كيحرموهمش انهم خاصهم يبقاو مع ماماهم ولا يبقاو مع باباهم. يعني كيكون هكا سيمان هنا وسيمانه هنا، يقدروا هكا 3 ايام يجلسوا هنا و3 ايام هنا، يعني على حساب المده اللي هما قرر لهم هذاك القاضي في الجلسه. المهم، كنتمنى لك اختي انتصار التألق ونتمنى لك مسيرة موفقة وتكون عتبة خير عليك هذا الدار الجديدة. شكرا لجميع المتتبعين ديال قناة سي فلوغ. لا يخطيكم عليا، وإلا عجبكم لا فيديو وعجبكم المحتوى ديال قناتي، ما تنسونيش من لي لايك ومن لي بارطاج. كنتمنى تشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد وباش تكبر العائلة ديال سي فلوغ. لا يخطيكم عليا، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم.